اهلا بكم احبتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم. اليوم ان شاء الله حابين ندير لكم حلوى لعيد الاضحى، وثاني يعني سبيسيال للعرايس اللي راح يدوا المهيبه ولا اللي راح يجيبوا المهيبه. حلوى بزاف بنينه، الحشو تاعها هايل 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 بزاف بنين. دوك نكتشفوا مع بعضنا. قاعده هذه الحلوى طبعا هي لا بات سابلي. انا راح نستعمل هذا القالب، شوفوا الشكل تاعو كيفاش يجي. هذا القالب اللي فيه 15 حبه، يعني الحبه نتاعو يا البنات تجي صغيره في الحجم، راهو كاين يجيك خواتها 12، هذا راهو تاع 15. راح نستعمل معاه القياس نتاع هاد لومبورتو بياس 50 اللي باش نطبع لا بات سابلي. وبالنسبه لابات سابلي استعملوا اي بات سابلي يعني اللي معتمدينها واللي الوصفه نتاعها تساعدكم. بديت نطبعهم بهذا الشكل، نحطهم في الصينيه ونطيبهم في فرن اللي كنت سخنته مسبقا على 180 درجه حتى ياخذوا يعني يطيبوا مليح وياخذوا لون ذهبي. من جهه ثانيه كما على بالكم هذا لو ترانسفير نتاع عيد الاضحى، هذا اللي جاي كبش مكتوب فيه عيد مبارك، راهو متوفر باختو. انا شريته من عند خالد هنا في عزابه، تلقاوه عنده وتلقاو يعني عده موديلات خلاف. هنا راح نختار لي بياس باسكو هذوما لي ترانسفير جينيرالمون تلقى فيهم هكا حبات معناها راح شويه هكا الشكل نتاعهم. فانا هنا راح نختار الحبات الملاح وراح نعمرهم بشوكولا بيضاء. هنا انا درت حوالي 50 غرام هكاك نتاع شوكولا بيضاء، ذوبتها في حمام مائي بلا ما ندير لها اي اضافات. ومن بعد نبدا هكا بالملعقه نعمر هذوما لي بياس، ومن بعد نعدلهم هكا جيدا معناها فوق سطح العامل باش معناها السطح نتاعهم يستوي. من بعد ندخلهم للمجمد ونخليهم هكاك واحد 5 دقائق كافيه، يعني باش نقدر فيما بعد نديمو ليهم وباش ياخذوا لنا شكل الترانسفير. كما شفتوا طريقته، يعني طريقه هذا الترانسفير ولا اسهل، يعني ما فيهاش حاجه لي صعبه او معقده. من جهه ثانيه خديت هنا 250 غرام تاع شوكولا بنيه بذوق الحليب، ذوبتها مع 2 مغارف كبار نتاع الزيت. وهذا القالب يا البنات حطيته في المجمد، حطيت واحد 3 دقائق يبرد. في اللي هو في المجمد خرجت ترانسفير، لقيت باللي معناها خلاص هذوك لي بياس جمدوا. ديموليتهم ونحطهم على جهه، وكي نحطهم على جهه راح يا البنات نعاودو نرجعوهم للثلاجه، خصوصا في هذا الجو الساخن، لانه لو نخلوهم على برا نجيو فيما بعد نستعملوهم راح هذيك الرسمه اللي في لي بياس نتاعنا يعني راح هكا كون تكيسوها هكا شويه راح تتمحى. ولهذا تقيدوا يا البنات بكامل هذوما النصائح اللي مديتهم لكم. ومن بعد قلت لكم هذاك القالب نتاع السيليكون، كنت هذاك وسيل القالب اني شريته من عند خالد تلقاوه عنده، كنت حطيته في المجمد 3 دقائق اذا نشوفوا بعد ما ديموليتهم هكا كامل. ودوك اللي بقاو نعاود باك نخبيهم. بعد ما برد القالب هنا راح يساعدنا باش تحكم فيه الشوكولا. هنا راح ندير الطبقه الاولى نتاع الشوكولا، راح يعني نحط هكا كميه لا باس بها باش نقيس كامل الحواف نتاع لا بياسه نتاع القالب بهذا الشكل. نحاول نقيس كامل هذوك الحواف باش ما تبقاش يعني فراغات فيه فيما بعد راح تجينينا في الخدمه. ومن بعد ما نعمرهم كامل باش تجي البنات، هذه تدبيره نمدها لكم باش تجي الطبقه نتاع الشوكولا نتاع الحلوى نتاعنا رقيقه، يعني كما نقولوا ما تجيش هكا خشينه. هنا جبت ورق طبخ وقلبت القالب بهذا الشكل ونخليه يقطر معناها وهو هكاك بارد. بعد ما خرجناه من المجمد راح يحكم لما نديروا فيه الشوكولا راح يحكم كميه مناسبه نتاع الشوكولا بحيث تجي طبقه رقيقه، وباش كي نقلبوا هكا شي اللي يهبط كامل هذاك مجرد شوكولا زايده. طبعا هاد الشوكولا الزايده نتوما ما راحش ترموها على خطكم، انا ديروا ورق نتاع طبخ باش لما تكملوا هذا المرحله تهزوا هذاك ورق الطبخ كيما راه تحطوه في المجمد، تجمد هذيك الشوكولا تنحيوها بكل سهوله من ورق الطبخ هذاك وتعاودوا ترجعوها تذوب مع الشوكولا هذيك اللي ذوبناها. انا هنا درت يعني 250 غرام تاع الشوكولا لانه احتاجت يعني المزيد من الشوكولا، ولكن تقدروا ديروا 200 غرام فقط تكفيكم ال 15 حبه اللي درتو. اذا انا هنا قلت لكم احتاجت الشوكولا في حاجه خلاف. هنا بعد ما جبدت كنت دخلتها المجمد، جبت ما جمدت. بعد ما جمدت الطبقه الاولى شفتوا كيفاش درناها، اما الطبقه الثانيه فقط بالبانسو. وزيدوا ديروا طبقه ثالثه لانه المول هذا جاي السيليكون تاعو هك شويه يابس، لما تجوا ديموليو ممكن تتكسر لكم، خصوصا انه قلت لكم الطبقه جايه رقيقه شويه. انا بصراحه درت 2 طبقات فقط وواجهت مشكله مع 2 حبات ولا 3 كي عدت راح نديموليهم شغل تكسرت شويه الشوكولا من الفوق. على بها قلت لكم بما انه انا درت 2 طبقات نتوما ديروا 3 هكا باش كي تجيو ديموليو الحلوه نتاعكم تديموا لكم بكل سهوله بلا ما تتكسر لكم الشوكولا.
وما من الطبقه الثالثه يا البنات ديروها بعدا كيما هكا، ديروها بالبانسو. لما درت بهذا الشكل وعقبت ساير داير على الحواف، ديما ناكد لكم على الحواف تركزوا عليها. نعاود ندخل القالب للمجمد يزيد يجمد ونخرجه ونبدا نحضر الحشو. عندي كريمه الترك، يعني تلقاوها نورمالمون عند اي حلواني. انا شريتها من عند خالد، ولكن ما نكذبش عليكم مش درك، يعني في المومون تاع العيد الصغير، ولهذا ما على باليش اسكو مازالت متوفره عنده ولا يعني مش متوفره. اذا متوفرتش عندكم ديروا عجينه الطلي، سواء السوداء ولا البيضاء. حطيتها بهذا الشكل كريمه الترك نتاعي في لابوشادوي باش تسهل عليا الخدمه، وبديت نوزع فيها بهذا الشكل بشكل دائري باش تتوزع على كامل الحلوى من الداخل. هذه كطبقه اولى، معناها الطبقه الاولى تجي فيها كوش نتاع كريمه الترك. اما الطبقه الثانيه فهي عباره عن بنيون اللي متكون من 2 مغارف كبار تاع هذاك الصابلي بعد اللي طيبته خديت منه حبات رحيتهم. كذلك خديت 2 مغارف كبار نتاع مكسرات وسي رحيتهم. استعملوا واش عندكم، جوز، لوز، كاوكاو، واش عندكم استعملوا. و2 مغارف كبار من هذوك الديول كنت استعملتهم في وصفه سابقه تاع حلوى، حمصتهم وفتتهم وخبيتهم ودرك جبدتهم درت منهم 2 مغارف كبار في هذا الحشو باش يعطيني حشو مقرمش. وبما انه معناها الحلوى نتاعنا جايه شوكولا وزدنا درنا فيها كريمه التركيدو، فالحشو لميتو بالمربى هكا يمد لنا واحد الحموضيه اللي تكسر هذيك الحلاوه، ما تجيناش الحبه نتاع الحلوى نتاعنا حلوه بزاف. اذا لازم يكون شويه متماسك الحشو. طبعا هكا انا جيت نخدم بالملعقه، بعد ما ساعدتنيش ملعقه، يعني كاين بعض الحلويات لازم تخدم بيدك. بديت نحط في هذاك الحشو كطبقه ثانيه، ومن بعد وليت نغلق على الحبات تاع الحلوى بالشوكولا بهذا الشكل ونوزع جيدا. نحط شويه تاع شوكولا ونوزعها بالملعقه حتى توصل للاطراف. نحاولوا ما نكثروش بزاف باسكو حنا رققنا الطبقه اللي من تحت تاع الشوكولا، يعني ماذا بينا ما تجيش الطبقه هذه تجي خشينه. هنا بعد ما عاودت دخلت القالب للمجمد وجمدت لي هذيك الحلوى، ديموليتها وديموليت حبات فقط، لانه قلت لكم جايه كي نجيو نديموليها شويه تاخذ وقت باسكو لازم نسيسوها لاقصى درجه، ولهذا ديموليت نص باش نكمل نصور الفيديو النص الاخر معناها نديموليه فيما بعد. هنايا خديت هذوك لي بياس نتاع ترانسفير ونلصقهم بعد بالاستعانه بالشوكولا، وتلموا الحلوى اللي ديمولينا هذه جا بارده فراح تلصق في دقيقه بهذا الشكل. كما شفتوا الحبه تاع الحلوى جايه ظريفه، جايه صغيره، وجايه خارجه سوسوه مع هذا لو موتيف نتاع العيد. ومن بعد جبت القاعده نتاع السابلين تاعي بعد ما طابت وخذت لون ذهبي بهذا الشكل كيف حتى هي راح نلصقها بهذيك بعد الشوكولا اللي ذوبناها، ونتحصلوا على هذا الشكل الانيق والبسيط وحلوى فريمون هايله. يعني ننصحكم انكم تجربوها، وتقدروا طبعا تستعملوا اي قالب اللي يخرج مع هذا الموتيف. هنا اخواتي بعد ما كملتهم كامل كنت حطيت الحلوى نتاعي في اللورغونزا اللي جايه في اللون الابيض وفي الكيسات اللي جايين في اللون البني، وتحصلت على هذا الشكل نتاع الحلوى. هنا نقسم برك معكم واحده، راح نخير واحده هذيك اللي فزت لي كرت راح نديمو ليها باش نقسمها معكم تشوفوا القوام. اذا نشوفوا سواء هذيك الشوكولا جايه طريه، الحشو من الداخل من اروع ما يكون، والسابلي كذلك جاي هش وبنين. نتمنى تكون الوصفه نتاع اليوم نالت اعجابكم ورضاكم حبيباتي. نلتقي في فيديو لاحق، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.